وبطبيعة الحال الشعب المغربي إن شاء الله غادي يستافد من تنظيم هذه المسابقات، والمغرب 2024 ماشي هو المغرب إن شاء الله 2026 و 2031. فإن شاء الله نتمنى هذه المسابقات تعود بالخير على الشعب المغربي وعلى المملكة المغربية. السلام عليكم. المنتخب المغربي يقدر أنه يحصل على العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا المغرب 2025، حيث أنه يقدر ينتصر في جميع المقابلات اللي خاضها سواء داخل المملكة المغربية أو خارج المملكة المغربية، قدر أنه يحقق انتصار في جميع المقابلات، وهذا الشيء اللي خلاه أنه يتأهل في صدارة المجموعة، بالرغم أن المنتخب المغربي يعني متأهل بشكل رسمي للكان، بحيث أنه هو المنظم لدورة 2025 سوف تجرى بأراضي المملكة المغربية، وبالتالي هو رسميا يتأهل بدون خوض المسابقات. لكن يعني مع القانون الجديد يعني خاض المسابقات واحتل المرتبة الأولى واحتل صدارة المجموعة. هذا يشير إلى أن المنتخب المغربي يعني منتخب قوي، استطاع أن يتصدر المجموعة، استطاع أن ينتصر في جميع المقابلات يعني بحصص عريضة، أقدر أن يسجل مجموعة من الأهداف. الشيء كيبين خط الهجوم القوي ديال المنتخب المغربي، وكذلك بالنسبة لخط الدفاع يعني بالرغم من الانتقادات يعني اللي كتوجه لهذا الخط الدفاع إلا أنه كيبقى خط دفاع يعني متماسك وقوي، ومازال إن شاء الله يتم تصحيح مجموعة من الأمور إلى حين تنظيم كأس أفريقيا 2025 الذي من المنتظر أن يتم تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل سنة 2025. لكن يمكن أن يكون هناك تغيير بالنسبة للتاريخ، فنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى يعني من المدرب أن يستثمر الوقت المتبقي من أجل الاستعداد سواء بالنسبة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك بالنسبة لكأس أفريقيا الذي سوف يتم تنظيمه بالمملكة المغربية. وبخصوص فكرة أن المغرب سوف يستضيف كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فهنا في هذه الحالة هذه بالنسبة للشعب المغربي فغادي يستفاد مجموعة من الأمور، خاصة بالنسبة للبنية التحتية. يعني جميع المغاربة الآن يعني يلاحظون في جل مناطق المملكة المغربية يعني وجود مجموعة من المشاريع التي تهم تأهيل البنية التحتية من طرق ومواصلات. كذلك بالنسبة للملاعب، المغرب يعني الآن حاليا يعني يبني مجموعة من الملاعب، سواء بالنسبة لملعب طنجة الذي تم إعادة تأهيله من جديد، وإضافة يعني مجموعة من الأمور التقنية التي تواكب متطلبات الفيفا فيما يخص مباريات كأس العالم والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الملاعب التي سوف تستضيف البطولة. كذلك بالنسبة لملعب الرباط الذي يعني الأشغال تجري فيه بسرعة خيالية، يعني من المنتظر أن يكون حاضر في تنظيم كأس أفريقيا 2025 إن شاء الله. كذلك بالنسبة لملعب مدينة فاس الذي يتم تأهيله، كذلك بالنسبة لملعب بن سليمان الذي سوف يكون حاضر إن شاء الله في كأس العالم 2030. فمن المنتظر أن يكون هناك مجموعة من الملاعب التي سوف تكون حاضرة سواء بالنسبة لكأس أفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030. بخصوص البنية التحتية، المغرب يعني حاليا يشرع في إعطاء الانطلاق لمجموعة من المشاريع التي تهم البنية التحتية، سواء بالنسبة للطرق، سواء بالنسبة للموصلات، بالنسبة للنقل والمواصلات، كذلك بالنسبة للاتصالات فيما يخص تجويد يعني شبكة الاتصالات، كذلك بالنسبة فيما يخص يعني الفنادق، وكذلك الأمر بالنسبة لتجويد المناطق العمومية والمساحات الخضراء، من أجل يعني أن تعطي صورة أفضل للمملكة المغربية عندما يكون هناك يعني زوار من مختلف المناطق داخل المملكة المغربية. وبطبيعة الحال الشعب المغربي إن شاء الله غادي يستافد من تنظيم هذه المسابقات، والمغرب 2024 ماشي هو المغرب إن شاء الله 2026 و 2031. فإن شاء الله نتمنى هذه المسابقات تعود بالخير على الشعب المغربي وعلى المملكة المغربية. شكرا لكم على المشاهدة، نلتقي في فيديو آخر.